بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درس اليوم راح يكون أنواع الرقابات. راح نبدأ إن شاء الله على بركة الله. بالنسبة للرقبة هنا راح نعمل مستطيل، راح يكون العرض تاعو 8 سنتيمتر والعمق راح يكون 16 سنتيمتر. العمق يعني اختياري، راح يكون من 16 18 الى غاية 20، يعني اللي تحب رقبة مستورة 16 سنتيم. بالنسبة لي تكون تاع قندورة عريس تقدر تعمق في الرقبة. هنا أنا راح نستعمل مستطيل 8 سنتيمتر، هذا العرض الرقبة. اللي تعود ضعيفة دير 7.5، والعمق راح نعمل 16، يعني 16 سنتيمتر عمق تاع قندورة مستورة، يعني تدور بها في الدار تاع دورة اللي ما تحبش تعري حاجة مستورة. راح نرسم هذا المستطيل. هذا المستطيل يعني بالنسبة للمبتدئات تعتمدوا عليه بزاف. هنا 8 على 16 بهذا الشكل. نجي للجهة هذه، راح نحدد المنتصف، نحدد المنتصف فقط بالمتر. نحدد المنتصف ونعين نقطة بهذا الشكل. ثم نحدد المنتصف تاع الجهة هذه ونعين نقطة. راح ندخل من منتصف ب1.5 سنتيم أو 2 سنتيم ونرسم قوس بهذا الشكل. تحصلوا على هذا الشكل. ثم نوصل من النقطة هذه إلى نهاية المستطيل. نتحصل على هذا الشكل. هذا شكل الرقبة الأولى. راح نفصلوه دائما في القص، نبدأ من الأعلى، وأكيد كيعود القماش راح يكون منهزوهش هكذا في يدينا، هذه فقط قطعة ورقة تكون على الطاولة ولا على الأرض ونفصلو. هذا الجزء نقدر نستعملوه كباترون. هذه الرقبة اللي تحصلنا عليها. هذا الشكل الأول تاع الرقبة. هنا القياسات 8 على 16 سنتيمتر، واللي تحب تزيد. قلنا من 16 17 18 الى غاية 20 سنتيمتر اللي تحب رقبة شوي مفتوحة. راح نجوزو للرقبة الثانية. نفس المستطيل. هنا راح نعملو رقبة دائرية، راح نرسمها من بعد نعطيكم القياسات بهذا الشكل. يعني تتعودوا ترسموا فقط باليد اللي تعرف ترسم، واللي ما تعرفش تكرر العملية فقط راح تعرف تمشي على يدها.
بهذا الشكل. هذه الرقبة الدائرية. دوك نعطيكم القياسات. هنا نزلت بخط مستقيم 9 سنتيمتر، وخرجت من الحافة 3 سنتيمتر، ومنها حوالي 2 سنتيمتر هكذا، ونرسم. هنا من الأعلى من الأحسن ندخلوا شوية فقط مليمترات في الرقبة، نفصلها ونشوفوا الشكل. هذه الرقبة الدائرية. هادو اللي نحوهم نقدروا نستعملوهم كباترون، ما ترميوهمش، خبيهم. هذا الشكل الرقبة الدائرية، تجينا بهذا الشكل. هذا الشكل الثاني. راح نشوفوا شكل آخر. نفس المستطيل، نفس القياسات. هنا 8 على 16 أو 18 سنتيم. هنا راح نعملو رقبة في. راح نعمل خط بهذا الشكل. هذا خط فقط نعتمدو عليه، لأن الرقبة في ما تجيش مسقمة، ما تجيناش مليحة هكا. نرسم الخط ثم نحدد المنتصف تاع الخط هذا هكذا. نعين نقطة في المنتصف، ومن النقطة هذيك راح نخرج ب2 أو 2.5 سنتي. هنا يكونوا متساويين. نخرج ب2 أو 2.5 على حسب كل وحدة واش تحب العمق هكذا، ونرسم خط مائل. راح تجينا بهذا الشكل. نقصها ونشوفوا الشكل. هنا راح نعمل لكم زوج أجزاء أو زوج فيديوهات للرقبات، يعني كاينين أنواع بزاف. كل مرة إن شاء الله راح نتطرقوا النوع. هذو يعني الرقبات اللي نستعملوهم بزاف في الخياطة. هذا الشكل الرقبة ذي. هذا هو الشكل. هذه رقبة ذي. نروحوا لشكل آخر من الرقبات. هذه نفس المستطيل، نفس القياسات. هنا راح نعملوا رقبة تمشي يعني في قناع المناسبات،
هنا دخلت ب2 أو 2.5 سنتيمتر، وطلعت ب4 سنتيمتر، وعملت خط بهذا الشكل. راح تجينا بهذا الشكل. هنا اللي تحب يعني ديرها تاع عريس، من الاحسن في قندوره تاع عريس ديرها حتى ل 18 سنتيمتر او 20 سنتيمتر، وترسم هنا الرقبه. راح تجي بهذا الشكل. هذا هو الشكل. قلت دخلت 2 سنتيمتر وطلعت ب4 أو 5 سنتيمتر، ورسمت الخطوط. 2 سنتيمتر، 2.5، 2.5 سنتيمتر، وطلعت ب4 حتى ل5 سنتيمتر. عينت النقاط بهذا الشكل. هنا من الاعلى 12 سنتيمتر، هنا راني دايره القياس على 16 سنتيم فقط، يعني كي تكون اكثر راح تلقاو المسافه اكثر. هذا الشكل. عندنا موديل اخر ايضا، هذه رقبه كاري. راح ندخل من الحافه ب1 سنتيمتر ونوصل بخط. هذه يعني رقبه سهله، نوصل بخط حتى للاعلى بهذا الشكل. نتحصلوا على رقبه كاري، لان الرقبه الكاري ما تجيش، لازم من تحت ندخلوا شويه باش ما تجيش مفتوحه. هذا هو الشكل. ان شاء الله راح نقدم لكم في الايام الجايه ان شاء الله دروس اخرى، وراح يكون فيديو اخر ايضا للرقبات، راح نفصلها ونشوف باذن الله. ان شاء الله كل مره نطرقوا درس للمبتدئات. بهذا الشكل. هنا نتحصلوا على رقبة كاري. ان شاء الله درس اليوم نكون افدتكم. ما تنسونيش البنات بلي جيم والبارطاج، البيت تستفيد اكبر نسبة من البنات. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.